وصلنا في الصوم بالصلاة الربانية، والصلاة الربانية تبدأ بكلمة أما أنتم فمتى صليتم فقولوا أبانا. والصلاة الربانية كنت شرحتها قبل كده، لكن مفيش مانع عشان نمشي إنجيل معلمنا متى تحتملوني أشرحها مرة تانية. الصلاة الربانية عبارة عن باب يتفتح بتكتين، باب يتفتح بقفلتين. بمجرد ما يتفتح تلاقي قدامك 7 سلالم، 7 درجات سلالم. تطلع الدرجة الأولى والثانية لغاية ال7 تصل للمسيح يسوع ربنا. الباب عشان يتفتح لك في الصلاة افتح التكة الأولى أبانا. تقول يعني إيه؟ دي ما يفهموهاش الملائكة ولا الشياطين. لو جبنا رئيس الملائكة ميخائيل وسطينا وسألناه ايه هي الأبوة والبنوة، يقول لك معرفش، لأن احنا اخوات نعرف عاطفة الأخوة، لكن لا اتجوزنا ولا خلفنا، عشان كده ما نعرفش ايه الأبوة والبنوة. لكن لو جبتوا أقل واحد فيكم اللي هو أنا وسألتوه ايه يا أرميا الأبوة والبنوة، أنا هجاوب بطريقتي. قلبنا أسود وقلبنا محدود وأنانيين وما بنفكرش غير في نفسنا وبنطلعها من بقنا. فكم وكم بأوقات كتير، فكم وكم بأبوكم اللي في السماوات. فكلمة أبانا دي أول تكة تديلك ثقة، أول تكة تديلك ثقة. نحن نثق وبنقول له يا رب أنت أبونا، أنت الأب الحنين. بدي أسألكم سؤال وأنا اللي هجاوبه. حد فيكم قعد يصرف دم قلبه على أولاده عشان يعمل منهم مشروع يكسب منهم بعد كده؟ اسألوا أي أب وأي أم، منتظر إيه تاخده من أولادك؟ يقول لك حاجة واحدة، يكونوا أفضل مني، يكونوا أحسن مني. مش عايز منهم حاجة، لا أنا عايز أطمن عليهم، ومش عايزهم يشوفوا المرار اللي أنا شفته. وضع في الإنسان الأبوة والبنوة عشان يعرفنا حبه لينا. أيها الآب عرفتم اسمك وعرفناه، والروح القدس أكدوا، الروح يشهد لأرواحنا أننا أبناء الله، وقال من النهارده قولوا أبانا. وقفنا نصلي وجبنا رئيس الملائكة الجليل ميخائيل وقلنا له ممكن تقودنا في الصلاة. عارف أول كلمة يقول إيه؟ يا سيد الرب. ما تقول يا أبونا، ما تقول يا أبانا، ده احنا أقل واحد فينا واحنا ما نسواش تراب رجليك. أقل واحد فينا بيقول لربنا يا أبانا، وأنت اللي قلت يا يسوع قولوا أبانا، مش تطفل مننا. لأنه لمن من الملائكة قال قط أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. لمين من الملائكة قال لهم كده؟ التكة الأولى اللي تفتح لنا الباب الثقة بالأبوة والبنوة. في مكان آخر يقول في واحد منكم ابنه قال له يا ابويا نفسي في سمكة، يجيب له حية.
نفس في الخبز يجيب له حجر يقول له خد كل. نفس في بيضة يجيب له عقرب. بتحصل؟ ما بتحصلش. ليه بتشك ان ربما ربنا ما يستجبش؟ عنده مين اغلى منكم؟ لذاته في بني ادم. طب تقول اصل ما استجابليش. استجابه ربنا بواحده من ثلاثه، يا يا لا مش لمصلحتك، ينتظر. لكن هو بيستجيب في الحال. الخطوه الاولى ابانا. اتفتح الباب، قال لا في تكه تانيه في السماوات، مش في السماء، في السماوات. كم سنة؟ 3. سماء الطيور ليطر الطير في السماء. السماء الثانية سماء النجوم ليكن نسلك مثل نجوم السماء. الثالثة سماء الملائكة اللي ربنا اقتطع منها حتة لأرواح القديسين اسمها الفردوس، وده اللي قاله بولس الرسول اختطفت إلى السماء الثالثة. في سماء السماوات اللي هي بيت الآب. سماء السماوات اللي هي بيت الآب، وده ما حدش دخله خالص غير المسيح. ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي. تقول لي طب والملائكة ولا كلهم موجودين في السماء الثالثة؟ الملائكة النورانيين وأرواح القديسين معاهم لهم ركن لوحدهم عامله لهم ربنا اسمه مكان انتظار القديسين. لكن بيت الآب لما يجي المسيح هيمر يجيبهم وينزل ياخد اللي تحت ويطلع على بيت الآب حيث أكون أنا تكونون أنتم. طب التكة الثانية في السماوات، ماذا نتعلم من السماء الأولى؟ الاتكال. انظروا إلى طيور السماء، لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع في مخازن وأبوكم بيرعونها، ألست أنتم أفضل منها يا قليلي الإيمان؟ أنتم مش أفضل من الطيور؟ هي الطيور عاملة مخازن؟ الطيور بتحوش؟ الطير بيطلع وربنا بيبعت له رزقه، وما سمعناش ان الطير مات من الجوع. الرزق موجود. ده داود النبي في المزمور يقول لك يسمع الى فراخ الغربان التي تنعت اليه او التي تصرخ اليه. قالها داود وقالها مين؟ وقالها ايوب. الغراب الخطاف، الغراب الخطاف يعمل عشين، عش يبيض في البيض وينام على البيض لغايه ما يفقس، والعش الثاني ده استبن. اول ما يفقس البيض ويطلع الكتاكيت بتاعت الغربان تطلع سودة وريحه العفن نص كيلو، يعفن الحته كلها. ابوه وامه ما يطقهوش، يروحوا يقعدوا في العش الثاني ويسيبوه مده 40 يوم لغايه ما يطلع الريش وتروح العفن ويرجعوا له عشان ياكلوه. طب يعمل ايه الفراخ الغراب ده الغلبان؟ يعمل ايه؟ ابوه وامه سابوه، يعمل ايه؟ يطلع بقه من العش ويصرخ لربنا. ربنا ينبت له ماده لزجه حوالين المنقار، يجي الهاموش يلزق يمد لسانه وياكله، ويفضل ياكله هاموش لغايه ما يجي له ابوه وامه. وفي هذا المزمور قال داوود: ابي وامي قد تركاني لكن الرب ضمني اليه. ربنا اللي ضمني. يبقى ده اول حاجه الاتكال. تاني حاجه الجهاد. سماء النجوم. تقول لي يعني ايه جهاد؟ اصل النجوم يقول لك نجم يمتاز عن نجم في المجد.
طب ايه امتياز النجم؟ قربه من الشمس. النجم اللي قريب من الشمس نوره قوي، والنجم اللي بعيد عن الشمس نوره ضعيف. مش هو ده الجهاد؟ تقول الوضح الحاجة اللي تقربك من شمس البر اعملها، والحاجة اللي تبعدك عن شمس البر ابعد عنها. هو ده الجهاد. اللي يفرح ربك بيك اعمله، واللي يزعله ما تعملوش، وقول له لا انا بل انت. هو ده الجهاد، لا اكتر ولا اقل. وده اللي بيسموه الجهاد القانوني. من يجاهد فليجاهد قانونيا. بسيطة. صعب عليكم؟ انت طبعا ضميرك بيوريك ايه اللي بيفرح ربنا اعمله، ايه اللي يزعل ربنا ما تفكرش فيه. بس لا اكتر ولا اقل. لما تعمله تثبت حبك الذي يحبني يحفظ وصاياك، ولما ما تعملش الشر بتثبت كراهيتك لابليس وجنوده لانه قدين للدينونه. تبقى دي الصوره الواضحه ليك. السنه الاولى تعلمنا الاتكال، السنه الثانيه تعلمنا الجهاد، السنه الثالثه تعلمنا التسبيح. الملائكه، خبز الملائكه التسبيح. على فكره اعطى البشر خبز الملائكه ولم يعطي الملائكه خبز البنين. الملائكه خدوا خبز البنين؟ لا. ايه هو خبز البنين؟ الاكل والشرب. الملائكه ما بتاكلش وما بتشربش، وسر التناول الملائكه ما تقدرش تبص، يعني لا الروحي ولا المادي. لكن خبز الملائكه اعطيت الذين على الارض تسبيح السرافيم. اديتنا تسبيح السرافيم. ذابح الحمد يمجدني. وده شغلتنا هتكون في السماء، حياه التسبيح والشبع. ابانا الذي في السماوات. يبقى في ابانا اتفتحت التكه بتاعت الثقه، والذي في السماوات الاتكال والجهاد والتسبيح. وعلى فكره كلمه تسبيح يعني ايه؟ يعني شكر. عكس التسبيح التذمر والزهقان والتعب والزعل والامور دي كلها. دي عكس التسبيح. التسبيح الرضا، رضا بكل حاجه، رضا بالمر قبل الحلو، رضا بكل اللي يسمح بيه لربنا، لان انا واثق مش هيعمل حاجه وحشه. احسبوه فرح، كل فرح حتى حينما تقعون في تجارب متنوعه. يبقى ابانا الذي في السماوات اتفتحت البيبان. فاضل حته صغيره. ليه ما قالش ابانا الذي في السماوات والارض؟ تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع. الله في السماء وفي الارض وفي الهاويه وفي كل مكان. ان صعدت الى السماء فانت هناك، وان نزلت الى الهاويه فانت هناك. يعني في كل مكان ولا يخلو منه مكان. طب ليه صممت ان نقول في السماوات بس؟ لما اجي اقول لك انا رايح المذبح، تقول لي هات لي 2 كيلو سمك. قالت لك واحده لحم. لما اقول انا رايح سوق السمك ما تقوليش هات لي 2 كيلو لحم. يعني ايه؟ يعني المكان اللي انا رايحه اطلب الطلبات. انت تقول ابانا الذي في السماوات وطلباتك كل ارضيه. جوز البنت ونجح الواد واشفي المريض وحل المشاكل وشيل الغضب واعمل. لما تيجي تقول كده ابقى اقول له ابانا الذي في الارض. سماوات، اطلب طلبات سماويه. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وكل ذلك يزاد لكم. اتفتح الباب.
نطلع الدرجات السبعة، وفي كل درجة هنسأل سؤال: كيف أو إزاي؟ أول درجة: ليتقدس اسمك. هو اسم ربنا مش مقدس؟ ده مقدس قبل ما أنا وأنتم نكون. أمال إيه ليتقدس اسمك؟ الاسم اللي أنا خدته في المعمودية. أنا طلعت من المعمودية شاوروا عليا وقالوا مسيحي، فبقيت شايل اسمك. فالمفروض فيا ما دام شايل اسمك أقدس اسمك. في التاريخ مكتوب على نابليون بونابرت كان بالليل الساعة 2 و3 يمر بالحصان بتاعه يفتقد الحراسة بنفسه، كان نشط جدا. وبعدين وهو ماشي لقى عسكري جندي نحسان ماسك السلاح وواقف نحسان، فلكزه، اتخض، قال له: اسف يا مولاي. قال له: اسمك ايه يا جندي؟ قال له: اسمي نابليون. قال له: نابليون عمره ما نام في خدمته، يتغير اسمك يتغير فعلك. ربنا ما يسمحش ان احنا نغير اسمنا. انا مسيحي يبقى عايش المسيح. ليتقدس اسمك، لان الكتاب بيقول اسم الرب يجدف عليه بسببكم. طبعا لما نكون ابناء الكنيسه وابناء ربنا وبنتناول وبنصلي وبنصوم وبنرنم وتطلع مننا الدوائر، والعجيبه السيئه تعم والحسنه تخص. يعني مثلا لما الاقي واحد في الكنيسه قديس نقول: ياه فلان ده ابن كنيسه وقديس فعلا. ولما نلاقي واحد وحش نقول لك: ادي يا عم بتوع الكنيسه، مش فلان وحش، لا ادي بتوع الكنيسه كلهم. فدي تبقى الصوره اللي مطلوب مننا تتغير. يتقدس اسمك. هتسال السؤال: ازاي؟ ما انا قلت في كل درجه هنسال كلمتين: ازاي؟ اقول لك اطلع الدرجه اللي بعديها: ليأتي ملكوتك. عشان تقدس اسم ربنا لازم ربنا يملك على قلبك. ليأتي ملكوتك يعني ايه؟ يعني ما قالكش اديني فلوسك، ما قالكش اديني ذكائك، ما قالكش اديني نشاطك، ما قالكش اديني واديني واديني. بيقول لك اديني قلبك. قل له: تعالى املك على قلبي. ليأتي ملكوتك. تعالى يا رب املك على قلبي بالكامل عشان اقدس اسمك. يبقى انت تملك على قلبي بالكامل. تقول لي المسيح مالك، اقول لك لا مش مالك بالكامل، لان الكتاب بيقول: حب الرب لك من ايه؟ كل. اصل القلب ده عدة مستعمرات، ايش الكذا وش الكذا وش الكذا وش الكذا وش الكذا. لو سبت حته ثغره يدخل منها ابليس هيفضل يتغلغل لغايه ما يسحب قلبك منك. اديله قلبك بالكامل، قل له استلمني بالكامل. عشان تقدس اسم الله لازم الله يملك على قلبك. تقول لي ازاي اعرف انه ملك على قلبي؟ اقول لك اطلع الدرجه اللي بعديها: لتكن. اللي ربنا ملك على قلبه بيطلب مشيئه ربه مش مشيئته هو. مش انا عايز ايه، ربي عايز ايه، الهي عايز ايه. لتكن مشيئتك. يا سلام، مشيئتك يعني انت اللي تقدر. اصل انا نظرتي قصيره، ياما امور كنت احس ان دي هتريحني، وياما وقفت قدام ناس كتير عشانها
وبعد ما حصلت عليها شربت من كعاني. طب ليه؟ لتكن مشيئتك. الإرادة الإلهية فوق أي إرادة تانية. عايز مشيئتك، لسه ما طلعناش اللي بعديها، عايز مشيئتك اللي وصلت للسماء، يعني اللي سبقوني ونفذوا مشيئتك نفذها فيا، كما في السماء كذلك على الأرض. يعني مشيئتك اللي عملتها في اللي سبقوني اعملها فيا. في ترنيمة زمان كنا نقولها: إن كنت في شك سل جربوه من المؤمنين ومن عملوه، تراهم بحب قد أكرموه وفوق الرؤوس قد وضعوه. مش لسه كنا بنقول إبراهيم بالإيمان وموسى بالإيمان، الناس اللي سبقونا ونفذوا مشيئة ربنا. عشان كده بيقول له زي ما مشيئتك مشيت في اللي وصلوا للفردوس، نؤمن بكنيسة منتصرة وكنيسة ايه؟ مجاهدة. احنا في المجاهدة، وكل اللي يستوي فينا يسافر للمنتصر، بس الاثنين يعتبروا ايه؟ كنيسة واحدة. واللي محتاجين لمساعدة بتوع الارض، لان هم وصلوا الى عالم الاحياء، واحنا ما زلنا موجودين في عالمين الاموات. يقول لك واحد راح في عالم الاموات، لا يا حبيبي ده راح لعالم الاحياء، احنا هنا عالم الاموات. الدليل على ذلك ان كل واحد فينا منتظر ايه؟ دوره. امتى؟ ما نعرفش، لكن هنهرب منه فين؟ يبقى اذن هنا لما يقول له لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. طب والارض دي هيعمل فيها ازاي؟ نطلع الدرجه اللي بعديها، ودي الجمله اللي فيها اختلاف بيننا وبين اخواتنا البروتستانت. بين اويك انتيراستي، كلمه مكتوبه كده، بين اويك يعني خبزنا، اويك يعني خبز، بين يعني خبزنا، بين اويك يعني خبزنا، انتيراستي، راستي يعني الغد، يعني بكره. بين اويك انتيراستي يعني خبز بكره، اعطيه لنا اليوم. المترجم اللبناني والانجليزي قال هنقول لربنا اديني خبز بكره. ايه الطمع ده؟ اديني خبز بكره، ما يكتفيش بخبز النهارده، لا لا، راح متصرفين وكتبوا خبزنا كفافنا اعطينا اليوم. بس ليه؟ مش صح. ليه؟ لان تختلف مع اقوال المسيح. المسيح يسوع يقول لنا لا تهتموا بما تاكلون ولا بما تشربون ولا بما تلبسون، والامه والشعب كله الرب يعرف كل ما تحتاجونه قبل ان تطلبوه. ونيجي كل يوم نصلي خبزنا كفافنا ادينا اليوم، خبزنا كفافنا ادينا اليوم. هو انت نمت بالجوع ليله؟ ما احنا لسه بنقول ابوكم يعلم ما تحتاجونه قبل ان تسالونه. يبقى هنا في نوع من ايه؟ التناقض. لكن ايه معنى كلمه خبز الغد؟ خبز الغد لان المسيح قبل ما يصعد للسماء يوم خميس العهد يقول لكم شهوه اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم في ملكوت ابي. بيسميها سفر الرؤيا حفلة عرس عشاء الخروف. في عشوة مجهزها لنا، في أكلة مجهزها لنا، وبنقولها دايما حتى في الترنيمة بتاعت المؤمن الأمين: ساعة عشاء الخروف نجلس صفوف صفوف، بكرة العيون هتشوف لما يسوع يجي. يبقى كلمة خبزنا الغد يعني الأكلة اللي وعدتنا تجمعنا حواليك. أنت لما جمعتهم كانوا 11، لكن دلوقتي هنبقى ملايين حواليك ونشبع بيك. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم. يعني يا ريت تيجي النهارده وتاخد كنيستك اشتياق
ادي معنى كلمة خبزنا الآتي أو خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم. وأنا هسألك سؤال، إزاي؟ هل أنت مستعد؟ لو جه عشان ياخد كنيسته هل أنت مستعد؟ إيه علامة الاستعداد؟ هل اغفر لنا ذنوبنا. ما ده الترمومتر اللي يبين انك مستعد ولا مش مستعد. غفران الذنب ده الترمومتر اللي بيبين يسوع موجود فيك ولا مش موجود. ده الموجود. ما تضحكش على نفسك كإنسان، ما تضحكش على نفسك كإنسان، لأن أنت لما أنا وأنت وأنتي وكلنا ما نقدرش إيه؟ نغفر. والكتاب المقدس كان واضح لما قال لا يغفر الخطايا إلا واحد وهو الله. يبقى لما فلان يغفر لي يغلط فيا استحالة هسامحه، كأرميا استحالة هسامحه. لكن لما أقول لا أنا بل المسيح هسامحه، لأن المسيح يسوع غفر حتى لمين؟ الصليبين. عشان كده الصلاة الربانية كلها لم يعلق إلا كلمة إن غفرتم للناس يغفر لكم، وإن لم تغفروا لا يغفر لكم. نصيحة لكل متخاصم وبيكره، ما تزعلش انك انت متخاصم، وما تزعلش انك انت بتكره، لكن ازعل ان يسوع اصلا مش موجود جواك. ولو خرجت روحك دلوقتي هتروح على الهاوية. ربنا ما يسمحش. غلط فيا، طب وانت غلطت في ربنا كم مرة؟ كم 100 مرة انا غلطت في ربنا، عشرات المرات ومئات المرات. عشان كده هنا بيقول له اغفر لنا ذنوبنا، والشرط الوحيد كما نغفر نحن ايضا لكل من اذنب الينا. لان انا اللي بختار الكيلة يا ناس. انت لما هتروح قدام المسيح هناك هتلاقي قدامك كيلتين، كيلة اسمها الرحمة وكيلة اسمها العدل. ومين اللي يختار لك الكيلة؟ انت، بس مش هناك تختارها ايه؟ هنا. لما تغفر للي غلط فيك هيغفر لك لما تغلط فيه. يغفر لكم خطاياكم بالكيل اللي بيه تكيلوا يكال لكم ويزران. تيجي تقول لي مهما قلت لا هتصالح ولا هصفح، اقول لك اطلع الدرجه اللي بعديها. هو بيحبك ومش هيسيبك تهلك، امال ايه؟ هيسمح لك بالتجارب، وانت مش قد التجارب. لا تدخلنا في تجربه. يبقى ربنا لما يسمح لي بالتجارب عشان يقول لي فوق لنفسك، انت ما جيتش بالكلام ولا ما جيتش بالوعظ، لكن تيجي بقرصه الود. لا تدخلنا في تجربه، احنا مش قد التجارب. ليه مش قدها؟ لان اللي بيجرب مش الملاك، ربنا بيسمح. اللي بيجرب مين؟ الشرير، واحنا مش قد الشرير. نجينا من الشرير بروحك، استلمني، علمني ان اصفح لكل اللي غلط فيا، واحب الكل وما اشيلش من حد. نوصل للمسيح يسوع ربنا، تقول له دي مش موجودة في الكتاب المقدس، لأن المسيح ما قالش لأن المسيح لما جاء قال لما تصلوا قولوا أبانا. لما يجيش يقول اطلبوا من الآب وقولوا بالمسيح، امال ايه؟ قال إن مهما تطلبوا من الآب باسمي يعطيكم. عشان كده احنا حطينا المسيح يسوع ربنا. وعلق بيقول إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أيضا زلاتكم. آخر نقطة لازم أخلصها
عشان نبقى خلصنا من الثلاثة. متى صمتم؟ أصل صغيرة مش هتاخد وقت. فلا تكونوا عابسين كالمرائيين. تيجي تتكلم ولا تبعد عنا نصايب، ابعد عنا نصايب. ومين اللي غصبك على كده؟ صوم فرح بدل ما تصوم. لا، ما عشان ابين للناس ان انا صايم. ادي معنى كلمه فلا تكونوا عابسين. الصايم ماشي معبس وشه، فانهم يغيرون وجوههم كشريين لكي يظهروا للناس صائمين. الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم. خدوا اجره من الناس، اصل غصب عنه صايم. يلا. اما انت يا ابن الله متى صمت ادهن راسك واغسل وجهك. ادهن راسك كالطيب النازل على الراس، راس هارون. ادهن راسك بدهن النعمة، واغسل وجهك بكلمة الله. عيش الكلمة، لأن يطهرها بغسل الماء بالكلمة. اغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، عشان ما تظهرش للناس. انت بتقدم لابوك السماوي اللي في الخفاء، وابوك الخفاء يجازيك علانية. إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع هو قادر أن يكملكم بخلاصه، يثبتكم بروحه، يقويكم بنعمته، يمكنكم بمحبته. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين.